يا مروان يا بطة، يلا يا حبايبي كل سنة وانتم طيبين. النهارده أول يوم رمضان. حبايبي كل سنة وانتم طيبين. النهارده أول يوم رمضان صايمين؟ يا ماما. ما شاء الله عليكم، كل سنة وانتم طيبين. اتوضيتوا وصليتوا؟ انتوا لسه صاحيين من النوم؟ اتوضيتوا وصليتوا؟ يلا اتوضوا بقى وصلوا واقعدوا كده اقرأوا شوية قرآن وإيه، والنهارده إن شاء الله إيه أول يوم رمضان بقى كده، عايزين نفرح كده ونحس برمضان كده. رمضان يا ولاد صيام وصلاة وكل حاجة حلوة ربنا بيحبها. ماشي تمام؟ يلا يا حبايبي كل سنة وانت طيبة يا ماما. انتوا طيبين يا حبايب قلبي. اقعد عليكم الايام بخير يا رب كده، ويجعلوا رمضان جميل علينا جميعا يا رب العالمين. يلا يا حبايبي يلا خشوا بقى اتوضوا وصلوا. انت يا اخويا بتحمي ليه؟ انا كده هقول لماما اللي انت بتشرب كده حرام عليك، ربنا شايفك. هل حد شايفك هتشرب؟ مش كده؟ لا كده حرام عليك، ربنا شايفك يا مروان. كده حرام عليك، تعالي اشربي. لا ماما مش شايفاك، كده بتضحك على ربنا، ما بتضحكش على ماما. مش شايفاك، تعالي اشربي اشربي. كده حرام يا ابني، لازم تروح تقول لماما دلوقتي. فعلا لازم اروح اقول لماما. ايوه كده لازم تروح تقول لها. المفروض لما تكون في رمضان او في اي يوم لازم ما تكذبش على ماما، لازم تروح تقول لها. لا يا اخويا روح قول لماما. ماما نعم. انا عايزه اقول لك حاجه بس ما تزعليش مني ولا تضربيني. قول يا حبيبي في ايه؟ انا هضربك ليه يا مروان؟ لو في حاجة غلط هعلمك، هقول لك الصح والغلط في ايه اللي عملته. الا اقول لها ما تخافش. الصراحه يا ماما كنت عطشانه شريف. شربت يا مروان؟ ليه يا مروان؟ ليه؟ شربت ازاي يعني؟ دخلت شربت مية من التلاجة؟ انا دخلت على اليوتيوب تحت الثلاجة وبيشرب، كان بيقول لي اشربي معايا محدش شايف. لا ربنا شايفك يا مروان، كده ربنا هو اللي شايفك. حرام يعني انا مثلا مش شايفاك يبقى ربنا مش شايفك؟ ربنا شايفك في كل مكان. وبعدين هقول لك على حاجه، وانت الكلام برضو ليك يا بابا. الصيام مش اكل وشرب بس، انت كده غلطت غلطتين. اول غلطه غلطتها ان انت فطرت في نهار رمضان، وده طبعا ربنا يعني ايه، يعني ربنا بيسامح وكل حاجه، بس طبعا ربنا يعني انت دلوقتي بتقول انا مش محدش شايفني وانا بقى هشرب ومحدش شايفني، لا انت كده بتكذب. تاني غلطه كذب، كذبت. انت فكرت ان انت هتكذب بقى ان انت كده ايه محدش شايفك، لكن لا. حرام يا مروان، فطار رمضان. وبعدين انت بتقول انا عطشت وشربت، ما هو الصيام لازم تعطش عشان تحس بالفقير، لازم تعطش ولازم تجوع. امال هنحس بالفقراء ازاي؟ هنحس بالفقراء لما نجوع ونعطش، نعرف ان هما ازاي بيقاسوا وازاي بيعانوا في كل يعني في كل وقت هما بيبقوا مثلا محتاجين فيه ياكلوا او يشربوا. ها يعني ربنا مخلينا نصوم شهر رمضان ده مش عشان نصوم بس كده، عشان نتعلم حاجات كتير. الصيام ده بيعلمنا الصبر، ويعلمنا ان احنا نحس باي بني ادم قدامنا، ويعلمنا ان احنا ما نكذبش، بيعلمنا حاجات جميله كتير. ماشي يا مروان؟ مش وبع- ما عادش اعمل كده تاني ومعلش. قول يا ربنا يسامحني وربنا يسامحك ان شاء الله. قول يا رب سامحني وانا ما عدتش اعمل كده. خلاص يا مروان، انت كده يا حبيبي لازم تتعلم ان الصيام ده مش اكل وشرب بس، الصيام ده ادب وتعليم وقيم، ان احنا نتعلم ان احنا نكون مسلمين. كل حاجة ربنا ما بيحبهاش ما نعملهاش، وكل حاجة حلوة وربنا يحبها مننا نعملها. صح ولا غلط؟ صح يا حبيبي؟ صح. كل سنة وانتم طيبين. ولازم نتعلم كده ونعلم اصحابنا ونعلم اخواتنا، ولو وشوفنا حد بيعمل حاجة غلط لازم نعرفه بالراحة، مش نعرفه بشدة وبقسوة. ماشي؟ ماشي يا انا كمان حبيبي؟ يا ماما لما شفته عرفته صح من الغلط. شاطرة يا بطة، برافو عليكي برافو عليكي. وانت يا مروان قول يا رب سامحني وان شاء الله ربنا هيسامحك يا مروان. ماشي؟ ماشي يا حبيبي. يلا كل سنة وانتم طيبين، وربنا يا رب يتقبل منكم يا رب العالمين.